ماتش نتن ومدرب انتن اقسم بالله. وهو كل اللي فالح فيه طول الماتش ماسك الورقه والقلم. إيه، بس ما بيعملش حاجه غيرها. طب طالما بتحب الكتابه كده ما تشتغل مدرس. يا اخي اشتغل في كافيه خد اوردرات. لكن الكوره دي مش كوره، يعني الكوره ديت ده انت بتقدم قرف. انا هموت واعرف بتكتب ايه. يعني ده اكيد مش بتكتب حاجه مهمه طبعا الماتش، ولا بتكتب اي حاجه ولا. دي اكيد بتكتب خواطر. بتلعب مثلا اكس او اي حاجه. اي حاجه الا بتتكلم في الكوره. المدرب بتاع بيراميدز قاعد عمال يتنطط على الخط. يعني قاعد بياكل في النجيله بره على الخط. وده قاعد لي على الدكه قاعد بره جنب اللعيبه ماسك لي الورقه والقلم وعمال يكتب. حاجه ملهاش اي دعوه بالماتش. يا اخي فرقه بتلعب قصادك 10 لعيبه من الدقيقه 56. نزل صانع العاب، نزل قفشه، نزل قفشه، نزل جريت شار. يا اخي زود مهاجمين معاه حد يلعب قدام. المفروض من عندهم لاعب وسط ملعب. لا ده انا هشغل دماغي واطلع لك الوينجين الاساسيين اللي عندك. يا اخي حتى لو مش في حالتهم ما تسيبهم يلعبوا وتزود عليهم صانع العاب يا اخي لعبهم. انت ايه الجبن ده؟ فرقه بتلعب 10 لعيبه قدامك. يبقى بالعكس ده هم اللي هاجموا عليك. وهم اللي دخلوا فيك اجواء، يعني هم اللي جابوا الجون الاول. لولا الحمد لله بركه دعاء الناس كده عشان الجمهور ما يروحش زعلان. هدف تعادل. كرة طايشه برضو، يعني مش انت مش تكتيك